السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم، الله يجزاكم عني خير. وما عنديكم إلا الدعاء، والله ما عندي لكم إلا الدعاء. اليوم قصتنا حدثت في مدينة العلا، وقرية جنب مدينة العلا، حدثت قبل 45 سنة. والقصة يحكي لي عليها بطلها أبو فيصل، الله يمسيه بالخير. أبو فيصل يقول: نشأت أنا ووالدي وأسرتي في مدينة، وكانت عندنا مزرعة، أو كان عندنا مزرعة قريبة من مدينتنا ونطلع لها. والمزارع أول بسيطة جدا، طبعا احنا نتكلم عن قبل 45 سنة أو 50 سنة. فيقول مزرعة نصها للوالد ونصها الولد عم الوالد. ولد عم الوالد مو موجود عندنا، فالوالد حافر له بير سطحي، والبير السطحي هذا يا اخوان عشان يمتلي كل ساعتين، يعني اذا سحبته بالماطور يرجع ثاني مرة يعبي، تجي من الفتحات اللي على اليمين على اليسار حتى يرتفع مستوى الماء، ثم نشغل الماطور ثاني مرة ونسقي المزرعة. اللي صار اني انا توليت سقيا مزرعة ولد عم ابوي، واخوي الثاني تولى سقية مزرعة ابوي. نجي ونسقيها ونمشي، وغالبا يعني نجي في فترة الويكند نشغل ابوي الماطور، واخوي يستلم اللي ويسقي مزرعة هذا. واذا انتهى الماء او منسوب الماء نزل في البير ننتظر حتى يرتفع منسوب الماء ونرجع ثاني مرة نشغل الماطور، وهكذا. المزرعتين حاطين الحد بينهم نخل، ما بينهم يعني جدار ولا عقم، لا نخل، هذا عارف الحدود وهذا عارف الحدود، وهذا طريقتنا كل يوم بهالطريقة. يقول اخوي تقدم على وظيفة في عسكرية وراح ووافقوا له واشتغل فيها. يقول انا قعدت المزرعة هذه والمزرعة هذه اشتغل فيها في سقيا الماء فيها. يقول خدت لي كم فترة كذا، يقول لهم تفاجأت ان في تقديم على سلاح المدرعات، يطلبون خريجين متوسطة، وانا كان معي ذاك اليوم الاعدادية والمتوسطة، ويعطونك وكيل رقيب. يقول فرحت فرح بهذا الخبر، لكن باقي على استخراج بطاقتي شهر واحد. يقول رحت وشفت الأوراق المطلوبة ورجعت وقلت يا أبوي أنا بقدم في العسكرية. قال يا ولدي أنت توك صغير، يا ولدي ما يصلح. يقول قام الوالد الله يجزاه خير اثنين، قلت يا أبوي الناس كلهم أصحابي كلهم راح يتوظفون، أنا بأشوف نفسي. والوالد ما قصر علينا، الله يعني يبيض وجهه، ما قصر، مغدق علينا وما خلى علينا قاصر، لكن من باب اني انا ودي اعتمد على نفسي وارد لها ايضا بعض الجميل اللي علي. يقول قمت وخدت اوراقي ورحت وقدمت على الاحوال المدنية وطلعت البطاقة بعد عناء. يقول يوم رحت اقدم على العسكرية اتضح ان التقديم انتهى. فيقول من الناس اللي انا لفيت عنهم عندهم ولد عمي اللي انا كنت اسقي مزرعته، اللي هو طال عمرك ولد عم ابوي، فكنت انا عنده في البيت، جيت وسلمت عليه، ولا عنده مجلس وعنده رجال، وقالوا ايش عندك يا ابو فيصل هنا؟ طبعا انا اقول ابو فيصل، هو ما كان اسمه ابو فيصل، ما بعد تزوج. قلت والله انا جاي اقدم على سلاح المدرعات في تبوك. قال يا ولدي ما اصبروا عليها طوال الشوارب، تصبر عليها انت؟ يقول ولا والله الكلام القاسي. قلت ليش يا عمي انت شايفني يعني انا اشوف في نفسي مثل ما الرجال تشوف في نفسها؟ قال اقول صب لي في قفل فنجال ان انت خرجت من سلاح المدرعات. ولدي طلع وفي الثاني طلع وكلهم طلعوا، ما قعدوا في 10 ايام، تجي انت بتدخل. يقول والله العظيم زلزلني زلزله، وقال لي كلام والله اني ما ادري عن نفسي. قلت ان شاء الله الوعد قدام يا عمي. يقول هو من عيال عمي الكبار ورجال معروف ومحسوب. قلت خير ان شاء الله. يقول وانا اروح لاخوي وعلمه، قلت انا لازم ادخل سلاح المدرعات. قال يا ولد يا اخوي ان شاء الله. يقول بذل اخوي جهد عظيم، ورحنا للضابط المسؤول، قال والله الله يحييكم، حنا الدوره فيها عدد كبير وخرج منها ناس كثير وندور الناس اللي جادين. يقول والله سبحانه وتعالى اراد اني اجي ذاك اليوم مع اخوي. قال لاخوي خله يجي بكره بدله خضراء ويجيب الاغراض الفلانيه وبحلق ولا عنده جاهز. قال ابشر.
يقول وانا اروح عند اخوي امرح، يقول يوم جاء الصبح يا ليل ما طولك يا ليل ما طولك، يقول يوم جاء الصبح انا محضر عنده بالبدله الخضراء ومعي شنطه فيها اغراضي ومحلق صفر. قال هم يسلموني الدوره، سجلوني قبول. يقولوا نبدا في التدريبات، وفعلا يعني يعلم الله تدريبات شاقه ما يعلم فيها الا الله. يقول يعني في مضمار ملعب كره قدم، يقول يعني هذا القائد علينا فيه هذا يعني ارهقنا ارهاق ما يعلم فيه الا الله. يقول والله نحن ندور عليه 6 مرات بعد صلاه الفجر، يعني بعضهم يغمى عليه، بعضهم يطيح، بعضهم شيء، واللي طلع من الدوره يمكن قريب النص من شده التعب. لكن كل ما اذكر صب لي في ظهر الفنجال كأني معبي نفسي وقود بنزين. يقول واركض كل ما ذكرت كلمة الرجال هذا ما اصبروا عليها طوال الشوارب، تصبر عليها انت ولا صب لي في ظهر الفنجال. ما في بالي انها المعلومة، قهرني قهر قدام رجال، ولعت، ولكن شيء اراده الله سبحانه وتعالى. فبالفعل صرت اركض وصرت انشط وصرت كأن عندي ادرينالين مضاعف. يقول بفضل من الله والحمد والشكر لله، يعني صرت يمكن من الناس القلائل اللي اجتازوا هذه الدورة. بعدها جاء حفل تكريمنا وجاء طالب تخرجنا بعد فترة، وكل أهلي لما جيتهم في البيت بعد التخرج ما عرفوني، ما لا من شكل ولا من وزن ولا، يعني الحقيقة تغيرت أشباهنا تغير جذري. يقول بالفعل أنا أحتري متى يجي عند شو اسمه الرجال هذا مناسبة وعزيمة ولد عم أبوي. يعني يقول في بالي هذا الرجل يعني ما بين عيوني إلا هو، أحتري متى تصير عنده مناسبة واروح له. سمعت أن عنده مناسبة وكان أبوي بيروح ورجاجيل، لكن أنا توكلت على الله ورحت لحالي. يقول جيت ولا المجلس مليان وسبقت والدي واخواني ودخلت عليه في المجلس. يقول يوم دخلت له متصدر المجلس وجالس، يقول وادخل عليه لابس البدلة والرتبة وكيل رقيب علي، وعلي الونق حق الاسم كامل ومفتخر وبسطاري الله يعزكم علي. يقول دخلت يوم دخلت عنده يقول وانا اسلم عليه، قال ما شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك. يقول قال لي كلام جميل، بيض الله وجهك وبارك الله فيك والله يبارك لك ويسعدك. قلت عديت نفسي من الرجال يا ابو فلان وابشرك الحمد والشكر لله قلطنا مع الرجال. قال بارك الله فيك وبيض الله وجهك ولا هو بغريب عليك. يقول قال لي ولا هو بغريب عليك مرتين وثلاث. وقلت له انت قلت لي كلمة وانا ابي انفذها، قلت لي قهوني في عقب الفنجال وانا ودي اقهويك اليوم. يقول يوم قلتها قال جزاك الله خير بيض الله فيك وانتظر فنجالك. يقول يوم قال لي انتظر فنجالك وانا اخم راسه واحب راسه وخشمه وللمجلس مليان. قلت والله العظيم لولا الله ثم كلمتك هذه وكلمتك الاولى اللي هي انت ما اصبروا عليها طوال الشوارب تصبر عليها انت، والكلمة الثانية يوم قلت لي صب لي في عقب الفنجال، يعني في الفنجال مقلوب. أنا أوضح لكم يا المشاهدين، يعني يقول اقلب الفنجال وصب لي في ظهرها إنسانك أنت أخذت العسكرية، بمعنى مستحيل أنك أنت تأخذها. والله كل ما تذكرت الكلمة هذه والكلمة الثانية يعلم الله أني أدعي لك وأنك كنت سبب في اجتيازي هذه الدورة والتحدي كسبته. قال هو يضحك، قال يا فلان يقصدني أنا؟ قلت نعم. قال ترى عروستك جاهزة واللي انت بي حاضر، وانا ترى ما قلت هالكلام استهتر فيك، لا، لكني شفت فيك التحدي واصريت اني اقول لك مثل هالكلام، لان الرجال ما يخلق منها رجال الا التحدي وانه يكون عنده هدف. وانا يوم اقولها انا مدرك من الرجال لي كلمة، فانت بطل وكفو وتستاهل، ولا هو بس هالشيء من غلاتك عندي اعطيك شعرة وجهي. جهز عمرك وترى البنت اللي تبي انا حاضر، زوجتك عندي. يقول يوم قالها ولا والله ما ادري، يعني فرح تخرج من وكيل رقيب وزوجة وبنت رجال كفو معروف عندنا في البلد، انسان الرجل محسوب يعني.
بالنسبة لنا. يقول وانا اروح واخذ لي قرض من البنك، وكان الوقت ذاك البنك يعطي قروض يعني صعبة، يقول اجهز اموري واجهز عمري وارسل والدتي وتخطب لي البنت، والحمد والشكر لله على ما قلت واحسن والله، ويتم الزواج وتزوج ويصير هو جد عيالي واحط لي مكان زين واموري الحمد لله تيسرت. طبعا ابو فيصل هذا يا اخوان احد ابطالنا اللي اصيبوا في معركة الخليج، وكان سبحان الله يعني بطل ما هو فوق ما تتخيلون. يقول وابشرك الامور زينة. فيا اخوان سبحان الله احيانا ربي يسوق لنا ناس في ظاهرهم عداوة في ظاهرهم شر، ولكن والله انهم يسوقوننا الى المجد سوق، يعني خلونا نتقدم قدام. فلا مثل ما انت تحب اللي يمدحك، ايضا الشخص اللي يضع فيك تحدي فله فضل عليك. الله سبحانه وتعالى يسلط بعضنا بعض، تلقاه يهرج كلمة ما هي في وقتها ولا هي في محلها، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك فيسوق لك هذا الرجل عشان تكسب التحدي، اما تخرج من جامعة او شهادة دكتوراه او وظيفة او حتى انك تملك ارض او بيت. فكثير من الناس مر عليهم مواقف كلها ليه؟ لأنه قالوا له كلمة في المجلس ربما أثرت عليه وخلته. فهذا الرجل ترى حتى لو انه حاقد وكاره ومتضايق يجب له شكر خاص، على الأقل تدعي له ان الله يهديه وان الله ما، لكن والله ان الله يسلط بعضنا على بعض لنعم نحن لا ندركها. فهذه نعمة عظيمة يكون في رجل مثل هذا يعني يلقي عليك مثل الكلمة هذه عشان يشوفك تكسب التحدي ولا لا. حتى قدام الرجال قال له انت كفو، او ما فيما معناه انت طوال الشوارب ما دخلوا ولا تخرجوا من العسكرية انت تدخلها. ثم ردها ثاني مرة وقال تصب لي في عقب الفنجال، علشان هالكلمتين هذه. تخيلوا كلمتين يمكن ما تجي 4 كلمات كل كلمة، خلته ياخذ الدورة وهو بتفوق ووكيل رقيب ويصرف على أسرته وعلى عياله إلى يوم الآخرة. هذه من نعم الله المخفية. أنا أجزم من كثير من المشاهدين مر بهذا التحدي، من مديره في اجتماع، في عمله، في عسكريته، في إدارته، وكسب التحدي بسبب أنه يبي يرد للشخص هذا. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى خفي. لذلك الحياة التدبر فيها عجيب، مو بالتدبر في السماوات وفي الأرض، هذا ما في شك عظيم جدا، لكن حتى في الألفاظ كيف ربي يسوق لنا هالناس هذه، يخلينا مبدعين بسبب عدو، مبدعين بسبب كاره، بسبب حاقد. آسف للإطالة، وأسأل الله العلي العظيم أن يجزاكم عني خير، وأشكر أخوي أبو فيصل على هالقصة الجميلة. وله قصة أخرى عجيبة جدا قريب إن شاء الله أقولها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.